خير ايه؟ الف مبروك يا معلم، عقبال ما اشوف خلافه يا رب. النهارده فرح بنت انا مش بنتك انت يا حاج. انا ياما ربيتها نوره دي يا سلام، وياما عملتها عليا. وطي صوتك يا راجل يا عجوز، عاوز تكبرنا ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه يا حاج وتطول عمرك يا رب يا راجل يا بركه. الله يخليك، الله يسعدك. شاكرين يا رجال. يلا يا محمد. الف مبروك يا حاج. قطع وزع. دي حلوه. الف مبروك يا حجوجه. ما تبطل ياض بقى الكلمة دي، بدلعك يا حاج على بيه. يبقى بيني وبينك مش قدام الناس. الله، انت عاوز الناس يقولوا ايه؟ الحاج عبد الستار ابنه بيستخف بيه؟ معاش اللي يقول كده يا حاج، ده اللي يقول كده نقطع رقبته. هو ده اللي باخده منك، بقه بس. ليه كده يا حاج؟ ده النهارده يوم مفترج. الغزاله مش ريه ولا ايه؟ اتفضل يا حاج. اختك الصغيره هي هتتجوز، وانت ما انتش عارف تشوف بنت الحلال اللي تعمر بيتك وتجيب لك عيال. يا حاج مش عايز، يمكن، انما مش عارف دي فيها اهانه كبيره قوي لرجولتي، وانت عارف رجولتي تهمني قد ايه. ربنا يجعل يومي قبل يومها يا رب. لو رجولتك تهمك صحيح ما كنتش طلقت بعد سنه واحده جواز. انت مش عايز تنسى الموضوع ده بقى يا بابا؟ دي جوازه تتنسي؟ دي عروسه تسيبها؟ لا، واللي يغيظك قوي يا اخي انها كانت متمسكه بيك وبتحبك. شفت؟ متمسكه بيا لاني راجل. امال طلقتها ليه يا سبع الرجال؟ اكتشفت انها مش مستوايا. باكينام شريف بنت البشوات، رباية المدارس الفرنساوي، مش مستواك انت يا ابن المدبغي. شفت بقى يا حجوجه؟ ابن المدبغجي. يبقى ازاي اتجوز واحده زي دي؟ يا ابني مش انت اللي اخترتها، حد فرضها عليك. يا حاج اهدى بس، غلطه وغلطتها ورجعت صلحت غلطتي تاني، ابقى غلطان. بس يالا، بس اسكت اسكت، مفيش فايده فيك. غلباوي غلباوي ومش هخلص معاك. طالع لك يا حجوجه. اسكت خالص. طيب اشوفك في الفرح بقى. ايه استنى، ايه؟ انت مش جاي البيت عشان تغير؟ لا، ما هو انا حجزت اوضه في نفس الفندق، ابقى غير هناك بمعرفتي. يا بكاش انت. طبعا اوضه عشان تخلص فيها مش كده؟ حد الله بيني وبين الحرام يا حاج. يا ابني انت كده هتقلقني عليك. ليه يا حاج؟ ما هو لا جواز بتتجوز ولا خلبصه بتخلبص، امال انت بتعمل ايه في دنيتك؟ يا ابني روح شوف لك دكتور يشوف ايه حكايتك. رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا صليتش على النبي عليه الصلاة والسلام. عين الحسود فيها عود وعمود، عين الحسود فيها عود وعمود. ألف ألف مبروك يا نور عيني من جوه. الله يبارك فيك يا ماما، أنا مبسوطة مبسوطة قوي. وأنا كمان يا حبيبتي مبسوطة قوي وهطير من الفرحة، بس قلبي واكلني عليكي قوي لأنك هتبعدي عني. أنا عمري ما هبعد عنك أبدا يا ست الكل، مين قال بس إن أنا هبعد عنك؟ بكرة نشوف، والمية تكدب الغطاس. خدي اتفضلي يا ستي. إيه ده؟ ده العقد الألماس بتاع حضرتك. من النهاردة بقى بتاعك انت يا حبيبتي. لا يا ماما، ما أقدرش أخده منك. ده أمانة عندك، هتسلميه لبنتك يوم جوازها إن شاء الله. ياه، مين عارف بكرة ممكن يحصل إيه؟ كل خير يا حبيبتي إن شاء الله. لازم تعملي حساب النهاردة وبكرة، ومن النهاردة أنت زوجة، وبكرة هتبقي أم، والأمومة مسؤولية، وأي مسؤولية لازم تحبيها عشان تقدري تشيليها. إيه الحكم الجميلة اللي طالعة من بقك زي السكر دي؟ يلا يا حبيبتي، يلا بقى، عايزة أشوفك وأنت لابسة فستان الفرح. تسلم إيديك يا أمي، ولا أجدع ستايلست. أنا مش عارفة أنت ليه ما فتحتيش أتيليه. كان لازم أفتح بيتي الأول وأربي ولادي، ولا أستر الناس وأسيب ولادي عريانين. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ويخليكي ليا، يا أجمل عروسة في مصر والدنيا كلها. يلا بقى الكوافير على وصول، يلا البسي بسرعة. سعد، سعد، انت يا ولد يا اللي اسمك سعد، يا ابني احنا بقينا الظهر، اصحى. بقى يا امي حرام عليك يا امي، ده النهارده يوم اجازتي وده اليوم الوحيد اللي انا بنام فيه. ايه تنام ايه؟ انت ناسي الليله دي فرح اختك؟ ايوه الكلام ده بالليل مش دلوقتي. ما احنا يا حبيبي لازم نجهز من دلوقتي عشان ليله اختك ان شاء الله كده تطلع اجمل ليله في الدنيا. ايوه انا جاهز وزي الفل، اجهزوا انتوا بس وانا كل اللي عليا هنط في البدله واحصلكوا، سيبونا انام بس. استنى بقى، ومين بقى اللي هيزوق عربيه اخته بالورود الا اخوها حبيبها سعد؟ هو مش في سواق؟
وبعدين ايه لازمه الورود اصلا؟ انت شايف ايه يا ابو الذوق والمفهوميه؟ انت بتحرجيني يعني. بحرجك. ماشي. لعلمك بقى بنتك دي هيتعمل لها اجدع بوكيه ورد اتعمل لعربيه في بر مصر كلها. المفاتيح اهي. ابوك خد العربيه الصغيره وساب لي العربيه الكبيره. يلا بقى وريني شطارتك. ماشي ماشي يا عسل. الو. ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش، انا بس صحيت متاخر راحت عليا نومه وماما دبستني في ان ازوق العربيه. لا اجهزي انت وطنط وانكل وانا هعدي عليكم اول ما اخلص تزويق العربيه. هسيبها للسواق واجي لكم على طول. لا مش هتاخر، مسافه السكه. بقول لك بحبك. يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. يا ماما. ايوه يا روح ماما. يا ماما خلصي يا ماما، هنتأخر على الكوافير، بعد ساعتين وجاي ياخدنا. حالا يا حبيبتي هكمل مكوة القميص بتاع بدلة ابوكي وننزل على طول. يا بابا يا بابا ممكن تيجي تكوي قميصك لو سمحت، هنتأخر على الكوافير. لا دي مش شغلتي، انا هنا راجل البيت، يعني اشخط وانطر وازعق مش اكوي. على مهلك يا ابو راسه لا يطقلك عرق يا راجل. انا ما بهزرش دلوقتي، قومك وقميصك لحسن احلف عليكم وانا رايحه. لا انت هتتحكمي فينا، اكمنك اتخطبت الواد ابن الزواج حبتين. لا يا روشه يا حبيبتي علشان خاطري، ده فرح حلاوي وانا نفسي اشوف البوفيهات بتاعت الفرح العلاوي عشان خاطر امك يا حبيبتي. يبقى يقوم يكوي القميص. خلاص هاكل. اي اوامر تانية؟ ايدك على 200 جنيه. ليه؟ حق الكوافير ليا انا وهي. ليه يا راس بكام دلوقتي؟ راس ايه يا راجل؟ هو احنا في مصمت؟ وانت عايزه تتكفري بأمارة ايه؟ هو انت عندك شعر؟ بره من نفسي. لا بلاش حكايه نفسك دي، المعاش قرب يخلص واللي موجود يا دوبك يكفينا لاخر الشهر. خد يا غشوش 100 جنيه اهم. طب وانا؟ حل عني بقى. انت عايزه تتكفري وتقلعي الحجاب، عايزه تجرسيني ليه؟ هو انا كيس كوافه قدامك؟ يا ريت يا اخويا كان يبقى لك فايده. ايه ده؟ ايه الاتشاد ده؟ يا نهاركم كوبيا! ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا خبر! يا نهار اسود! اشيك قميص عندي اتحرق. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حاج. معقوله يا حاج تيجي المحل النهارده والنهارده فرح بنتك؟ انا قلت عدى اشوف الطلبيه جايه امتى. انا كلمتهم وهي في الجمعه الجايه بكره ان شاء الله. تمام. طبعا كلكم معزومين الليله على الفرح. الف مبروك يا حاج وربنا يتم بخير، ربنا يتم بخير يا حاج. هات القهوه بتاعتك. مساء الخير حضرتك. اهلا بيك. انا كنت جيت واشتريت منكم الشنطه دي، وبعدين بصراحه مش عجباني، ممكن ارجعها؟ فتره قد ايه كده يعني؟ هي فتره طويله شويه بس مش فاكره بالظبط. معاكي ايصال الدفع؟ هو كان معايا بس يا خساره ضاع. اسف ما اقدرش استلمها منك الا بايصال الدفع. يعني ايه ما ينفعش تستلمها مني؟ هو انا جاي ارمي بلايا؟ بقول لك الشنطه دي اشتريتها منك، خدها واديني فلوسي يا سيدي. في ايه يا ثروت؟ ايه الزعيق اللي عندك ده؟ انت مزعل هانم ليه؟ خير يا هانم؟ الهانم عايزه ترجع الشنطه ديت معهاش ايصال الدفع. وريني الشنطه. فعلا دي شنطتنا. شفت؟ مش قلت لك؟ حاجتنا بتاعتنا في اي وقت لانها بنت ناس ومتأصلة. خلاص خدوا حاجتكم وهاتوا فلوسي. رجع لها فلوسها. احنا بنشتري زبون مش بنبيع شنطه. انا متشكره قوي يا حبيبي. على فكره احنا جاي لنا تشكيله حلوه قوي كمان يومين، ممكن تعدي تتفرجي يمكن يعجبك حاجه. ان شاء الله. شكرا. ده الكارت بتاعي، طبعا في نمره المحل. اتمنى اسمع صوتك عشان تبقي زبونتنا على طول. هيحصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انستي وشرفتي. صباح الخير يا سيد الرجال. رقيتك واسترقيتك ومن عين الحسودين حصنتك وحميتك، يجعلك في كل خطوه سلامه ولعدوينك الف ندامه. يا مختار يا ابن كوثر قدر يا كريم. خلاص بقى يا سماح، البتاع ده وجع لي صدري. حالا هطفيه حالا يا حبيبي. يلا حبيبتي جهزيه الحمام بقى عشان الحق فرح اختي. كان نفسي اكون معاك في ليله زي دي واتباهى بيك وسط الناس.
معلش يا سماح، انا عارف ان جوازنا محكوم عليه يفضل في السر لحد ما الاقي يعني طريقه اقدمك بيها لاهلي. عارفه ان وجود ابويا في السجن حرجك ومقصر رقبتك. انا مالي بابوكي، انا ليا فيك انت يا اطيب واجدع واحلى بنت يا ست البنات. ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت دايما مجبر بخاطري. طب ما تكبري بخاطري بقى وتروحي تجهزي الحمام وتلاقيه فين. من عينيا، غالي والطلب رخيص، حالا هيكون الحمام جاهز. تعيش يا سموح، ده الجواز اللي على حق بصحيح. يا هنيه، هنيه، الله راحت فين الست دي؟ يا هنيه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا روح تيتا؟ انت فين؟ وحشتيني قوي. ازيك يا هدى؟ ما فين اشرف؟ اجدع سلام على طول السلام لاجدع ام عروسه في الدنيا، واجدع سلام لاجمل واجدع ضابط في الدنيا. استنى ما نشوف طنط هتاخد بالها ولا لا. اخد بالي من ايه؟ يعني مش شايفه اي حاجه متغيره خالص؟ في ايه يا اشرف؟ مش شايفه حاجه. ركزي يا ماما شويه، ركزي شويه ارجوك. يا حبيبي يا اشرف، رقوق وبقى اصغر رائد في سجون مصر كلها. الف 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 مبروك يا رب، كده عقبال ما اشوفك لواء قد الدنيا دي كلها. الله يبارك فيك يا ماما، في حياتك ان شاء الله. قوليلي فين العروسه؟ بتجهز نفسها عشان كوافير على وصول دلوقتي. عمر ايه رايك نطلع نشوف طنط نوره بتعمل ايه؟ استني يا ماما. تيتا فين الرز اللبن بتاعي؟ حالا يا حبيب قلبي يكون عندك. يا عينيا انت تؤمر. انت يا جدع مش هتبطل فجع؟ اصبر شويه ناخد نفسنا وبعدين هناكل رز بلبن، ما تقلقش. ايه يا اشرف؟ سيبه بالهنا والشفا يا اخي. ما تخلينيش اقول لتيتا اللي انت اكلت الرز اللبن بتاعي. شيل ابنك، شيل ابنك. فضحك مش هتعرف تتكلم. يلا يلا يا عمر نطلع نشوف نوره يلا. كده برضه يا اشرف مش هتبطل الحركات بتاعتك دي، تاكل الرز بتاع عمر. يا ماما كانوا لوحده يا ماما، انت بتصدقي برضه الواد الفضحي ده؟ يا مرحب يا مرحب بسيادة الرائد اللي مشرفنا ورافع راس عيلة ليل في السما دايما. عيلة ليل مرفوعة باسمك دايما يا حاج. انت عرفت امتى يا حاج؟ ده انا لسه عارفه حالا. لا معلش بقى، انا جالي الخبر طازه بالتليفون من سيادة الرائد شخصيا. بس انا جيت لك برضه يا ماما وقلت اعملها لك مفاجأة واقول لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويعلي مراتبك كمان وكمان. بعد ما هو طول عمرك ابنك اللي متربي في حجرك جالك بنفسه عملها لك مفاجأة، انما انا حيالله كلمني في التليفون. يا حاج ما تاخدنيش في دوكة، ما انت برضه عرفت الاول وبعدين ده ليه حساب تاني. ماشي احسب براحتك. هي يا دوب حتة عربية صغيرة موديل السنة بدل عربيتي اللي كحكحت دي. بس كده غالي والطلب رخيص، عينيا الاتنين. اختار العربية اللي تناسبك وانا رقبتي سداد. احنا عندنا كام اشرف يا واد. ربنا ما يحرمنا منك يا حاج. تسلم ايديك يا حاجة حلوة يا مقطقطة انت. يكرم اصلك يا حاج، احنا خلاص بقى كبرنا على الحاجات دي وبقينا جدود يا راجل. فاشر اوعى اسمعك تقولي كلام زي ده ابدا. طب ايه رايك بقى احنا بعد ما نجوز البت ونطمن عليها هاخدك واسافر شهر عسل في اوروبا. نفسي اشوفك بتتكلمي انجليزي يا حاج. ايه؟ اتكلم انجليزي واوروبا مره واحده؟ لا يا اخويا، انا كفايه عليا العمره بتاعت كل سنه دي عندي بالدنيا كلها. انا يا حاج عاوز ابسطك. ربنا يخليك، انا انبساطي كله انك انت تبقى سعيد ومبسوط. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليكي ليا يا حاجه يا حبيبتي يا قمر. بقول لك ايه، ما تيجي نتاخر شويه عن الفرح. ايوه يا سعد نازلين حالا. يلا يا جماعه بسرعه، سعد مستني في العربيه من بدري. يلا يا حبيبتي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقفل الباب بالقفل. ايه مش شايفه؟ على اي حسره، احنا حلتنا حاجه؟ ده الحرامي لو دخل بيتنا هيحط لنا فلوس. مش عايز يحط لنا فلوس. وطوا صوتكم يا جماعه مش كده. على رايك سيبينا من الهم ويلا نفرح. يا ام راشد ما تفرحينا معاكي يا اخي. عقبال قابلتك يا اختي، رايحين فرح اخت البيت، عريس بنتي في الفندق. الف الف مبروك عقبال رشا يا رب. ان شاء الله يا رب. انزل نشرة الاخبار اللي انت عاملاها دي، الحته كلها عرفت احنا رايحين فين. يلا يلا بقى عايزين نلحق السفر من اولها.
بس ده الكلام اللي فالحه بيه امي، الكلام وبس. انما تعمل حاجه تكوي قميص جوزها من غير ما تحرقه، لا. ما خلاص يا حبيبي، ما انت لبست جاكيتة البيجامه وحلوه زي القمر وزي الفل عليك. طب ما تنقيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. كتر خيرك، مش هرد عليك. والله العظيم ده انتوا تفضحوا بلد. شوفي بقى يا حبيبتي، أنا عايزة أقولك على حاجة. جوزك ده هو أهلك وبيتك، حافظي عليه على قد ما تقدري، واوعي تخنقيه ولا تسأليه رايح فين ولا جاي منين. وبعدين حاولي تحافظي على أهله، افتحي لهم البيت على طول، اوعي ترد حد منهم، لأنك لو رديتي حد هو هيزعل وهيكتمها في قلبه. لكن لما انت تقابليهم كويس وتعامليهم حلو هو هيحافظ عليكي، ومعزتك عنده هتزيد أكتر في قلبه. ولو زعلك اوعي تزعليه ولا ترد عليه، سيبيه خالص لما يهدى، وبحب وود عاتبيه. ياه، كلامك حلو قوي يا ماما. ده مش كلام يا حبيبتي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مش ربنا بيقول في كتابه العزيز وجعلنا بينكم مودة ورحمة؟ مش كده ولا ايه؟ كده يا ست الكل، ونصايحك دي هحطها على راسي من فوق. تسلم راسك يا قلبي، ربنا يخليكي ويسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة، قادر يا كريم. مين قال له الكلام ده عني؟ مين قال له اني ممكن ابيه؟ ده قلب البارك والسم كان اهون من انه يضيع. مين قال له الكلام ده عني؟ مين قال له اني ممكن ابيه؟ ده قلب البارك والسم كان اهون من انه يضيع. ده انا اخسر حياتي ولا يجي اليوم وانا تغيب عن عيني. ده انا اسهر ليلتي ولا ادوق النوم لو احس انه نسيت. ده انا اخسر حياتي ولا يجي اليوم وانا تغيب عن عيني. ده انا اسهر ليلتي ولا ادوق النوم لو احس انه نسيت. قولوا له اني عايش بيه وما اقدرش اكون غير ليه. ازاي بس هونت عليك بنار البعد جويه. قولوا له اني عايش بيه وما اقدرش اكون غير ليه. ازاي بس هونت عليك بنار البعد جويه. اولا 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 ايه ترد عليه بس يجي قلبك ونشوف لو عمايلك ده ترضيه يبقى نبعد بالمعروف. ألف مبروك يا أم مختار، ربنا يا أختي يتمم بألف خير. يا رب يا أختي عقبال إن شاء الله ما تفتحي الرشا بتاعك. إن شاء الله يا رب يسمع من بقك ربنا. إزاي؟ مبروك مبروك يا هانم، مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، اتفضلوا. سعد يا حاج وصل مسايبك للترابيزات. يلا هيا اتفضل يا حاج. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. بقول لك ايه؟ هو ابوكي لابس بيجامه تحت البدله ولا انا بيتهيألي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا نرقص. نرقص ايه؟ طب نقعد شويه. لا يلا نرقص. طيب يلا. ربنا يسلمك. ايوه 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 ايوه. يلا صعب للكبير يترد عليه بس يجي قلبك ونشوف لو عمايلك ده ترضيه يبقى نبعد بالمعروف. للكبير يترد عليه لو عمايلك ده ترضيه يبقى نبعد بالمعروف. انت ايه قلبك شالك ولا حسيت بجمالك؟ قلبي لو كان عدالك قبل كده كان وين. انما السوكة وفيها صعب يا ابني اعديها، اصل ممكن اخليها يا ابني عندي بقى. اولا 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 صعبوله.
رايح فين؟ استنى ست اللي هو شرفت يا فندم شرفت. الف مبروك يا كابتن. اتفضل اتفضل. بابا سيادة اللي هو فهمي حبيبي مدير الإدارة عندنا الوالد والوالدة يا فندم. اهلا وسهلا. الف مبروك يا حاج. الله يبارك في سعادتك. الف مبروك يا حاج. الله يبارك في عمرك يا فندم. يا فندم حضورك فرح بنتي ده شرف كبير قوي لينا يا سياده اللواء. انا بهنيك يا حاج لتربيتك ابنك الرائد اشرف، ده من احسن الشباب اللي شفتهم في الفتره الاخيره دي. والله لو ما كانش متجوز كنت امرته يتجوز بنت من بناتي. يتجوز تاني يا فندم، دي اوامر عسكريه ولازم تتنفذ. يلا يا اشرف يلا يلا مع الباشا. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. غير يا حاج، ايه؟ هو الجواز كمان بقى بالاوامر؟ يقول لك اوامر عسكريه مالناش فيها احنا يا حاج. عسكريه ايه بس وبتاع ايه يا حاج؟ دلعت الفراولة عالفاكهة كلها حتى عالفاكهات. وفي اتأخر كده ليه؟ شافت وفي ايه نفسها دلوقتي يا سهيل؟ الفرح لسه بادئ يا راجل. لا أنا باخد الدواء في ميعاده 10:30 بالظبط ولا يجيلي أزمة قلبية. يا رئيس سهيل انت ما بتسكتش ابدا يا راجل. ده بدل ما تقوم ترقص معايا زي الرجاله اللي بيرقصوا مع مراتاتهم دول رجالة، قصدي يعني أنا لو رقصت كمان أجوع أكتر وممكن أقع منك، يرضيك يعني؟ لا طبعا ما يرضينيش. طب اتفرج بقى وانت ساكت لغايه ما البوفيه يبتدي. طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة. الفراولة طب اتدلع يا فراولة. بس حبة حبة السوق مليان فواكه، هو الكل ناعم مش علشان اللذاذة منك لسه طازة، مش علشان اللذاذة منك لسه طازة. يومين والمانجا تطلع والعين تروح لها. طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة. اهو 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 صعبوله. يا ماما في ايه؟ ايه المسخره دي؟ الرقص ده حرام يا ابني، عيب المسخره اللي خطيبتك عاملاها. يعني هو حرام عليها هي بس؟ ما كل الناس بترقص اهي. بس هي بقى مزوداها حبتين. زودها ازاي؟ انا شايفها بترقص رقص عادي جدا. ده رقص عادي جدا؟ طب روح لمها بقى بدل ما اشتكيها لابوها وامها واعمل لك مشكله واخلي ليلتها سودة. هو حصل ايه لكل ده يا ماما؟ كل ده ما حصلش حاجه. لا عادي، انا شايف يعني ناس مبسوطين ومزقططين حبتين. الفرح يا حبيبي له حدود، بس مش بالفجور الفظيع ده. فجور ايه بس يا ماما؟ انت شايفاها لابسه بدله رقص. يا ابني بدله الرقص اهون من اللي هي لابساه ده. روح لمها وقول لها خلي ليلتها سودة. انت ايه ما عندكش نخوه؟ نخوه ايه بس يا ماما؟ انا بكلم حضرتك. وبعدين معاك اسمع الكلام، وانت بقى حسابك معايا بعدين يا استاذ. اهو اهو سقفه للعروسه. اهلا 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 سعاده الباشا. الف مبروك يا راجل يا عجوز. لا عجوز ايه؟ ده انا لسه شباب. معايا يا باشا هنطبق مستور، ده انا وانت مواليد سنه واحده. محدش يقدر يغلبك أبدا يا عبد الستار الا الحكومه يا باشا. ده مختار ابني يا سعاده الباشا. أهلا وسهلا. ازيك يا مختار يا ابني؟ نورتنا. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل. انا بقى غلطان اني قلت لك. انا مش فاهمه ليه مامتك من ساعه ما اتخطبنا وانا مش نازله لها من زور. مين اللي قال لك كده بس؟ حطاني في دماغها قوي ومش هتهدى الا لما تخرب عليا. على فكره بقى انت خيالك واسع جدا، لان امي دي اطيب ست ممكن تقابليها في حياتك، ولا يمكن تفكر بالطريقه دي. والله امال تفسر بايه متابعتها ليا في كل خطوه واعتراضها عليا عمال على بطال. مهتمه بيكي، وده اكبر دليل على انها بتحبك. يا رشا المشكله كلها ان امي دقه قديمه حبتين من جيل غير جيلنا خالص، وهو ده بقى اللي عامل لنا مشاكل. وان شاء الله بقى المشاكل دي هتفضل مستمره كتير. لا مش كتير ولا حاجه. ان شاء الله اول ما نتجوز ويتقفل علينا باب ما حدش هيقدر يقول لنا تلت التلاته كام. لا يا سعد، مامتك مش هتجيبها البر معايا، وانا عارفه انا بقول لك ايه، وبكره تشوف.
كان ده بقى كده وخد ده. ايه ده يا اشرف؟ ايه يا هدى دي تصبيره كده على السريع. الذمه ده اسمه كلام؟ جبته ازاي ده؟ جبته ازاي ايه ده فرحنا. وبعدين عارفه ابويا عامل نوبه حراسه مشدده على البوفيه بس على مين؟ كل مش بحب الفراخ. مش بتحب الفراخ ايه بس؟ ده اللي عرفت اجيبه وانت هتتأمر. ولد مش قادر تصبر لحد البوفيه ما يفتح؟ وانت يا اشرف ما تقعدش تسمع كلامه كده في كل حاجه. ايه يا هدى الولد جعان وبعدين انا ما اقدرش اشوفه جعان كده واسكت. ولو حد شافك يا سياده الرائد هيبقى منظرك ايه دلوقتي؟ بصراحه هو منظري وحش قوي ويمكن اخد فيه اجازه كمان. يا سلام، وتضحي بمستقبلك عشان خاطر سي عمر؟ واضحي بعمري كله عشان خاطر سي عمر وام سي عمر كمان. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يخليكي ليا. ما تقوم ترقص يا. والعراس هتقضي شهر العسل فين ان شاء الله؟ رايحين ماليزيا ان شاء الله. بلد جميله قوي هيسرحوا فيها. رحتها يا رمزي بيه؟ امال بروحها كل سنه مره. اتدلع واتدلك واجي يا عم. تدلك؟ تدليك هناك على كل لون وكل شكل. طب وانت رايح تتدلك بتاخدي المدام معاك؟ مدام ايه؟ دي للعزاب بس. دي رحلتي انا راشق معاك يا رمزي بيه في الرحله الجايه. بعد اذنك يا حبوبه. ماشي يا اخويا. يعني انتوا تروحوا تتدلكوا هناك واحنا قاعدين هنا من غير تدليك؟ ده ما يبقاش حتى عدل ده. والله يا حاجه زينات قلبي متوغوش قوي على مختار ابني. ليه يا حبيبتي كفى الله الشر؟ هو حصل له حاجه؟ لا يا اختي بعد الشر ما حصلش اي حاجه، بس من ساعه ما طلق مراته الاولانيه وهو صارف نظر بالمره عن موضوع الجواز ده. واديكي شايفه اخواته اللي اتجوز وخلف واللي خطب، والحمد لله اهي النهارده اخته ربنا يتمم لها على خير وسلام يا رب ونفرح بيها ان شاء الله يا رب. يا هو رب. عنده كام سنه؟ 30 سنه يا اختي. طب ما هو لسه صغير اهو. صغير ده يا حاجه زينات، ده ابوه كان مخلفهم هو قده. يا حبيبتي الزمن غير الزمن، الدنيا اتغيرت. ايوه يا اختي انا كل همي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ببنت الحلال اللي تريح قلبه ويخلف له حته عيل يكون سنه دي لما يكبر. لما تشوفيه له وانت عروسه على ذوقك. على ذوقي انا؟ يا ما شفت له، هو عاجبه حد ده كل واحده يشوفها يطلع فيها القطط الفاطسه. لا عاجبه العجب ولا حتى صيام في رجب. طب واللي هديكي بعروسه زي القمر لو شافها هتلخبط كيانه. هي فين يا اختي؟ ايدي على كتفي. جرسون هات لي واحد برتقال وشوف القمر تشرب ايه. انا اعرفك علشان تعزمني. هات لها برتقال. اصل انا نادر ولازم اوفيه. ندر؟ انا نادر ان كل يوم لازم اعمل عمل خير، والنهارده كنت مشغول على الاخر فما لحقتش. انما لما شفتك قاعده لوحدك كده قلت مالها دي يا ربي؟ دي فاتها القطر دي ولا ايه؟ لا قلت لازم اعمل فيك العمل الخيري ده واشربك حاجه على ما القطر يجي. الزهر عليك طيب قوي. ده انا طيب على الاخر. شوفي ايوه لو جعانه اعشيكي، لو تايهه ومش لاقي حته تباتي فيها اتويكي. بس احنا شكلنا كده فهمنا بعض وهنرتاح على الاخر كده. وش مش نتعرف الاول؟ خير البر عاجله، ايه لزوم تضييع الوقت؟ والليله محجوزه والاوضه موجوده وكمان اوضه والمفتاح اهو، تقدري تستخدميها وتجهزي لحد ما اخلص واجيلك. ده انت جاهز قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ القطر جه. سلام مؤقت. ايه فيش؟ رايح فين؟ انت مش هنبطل؟ بس روح شوف ماما عايزاك فين. اذا كان ماما ماشي. خير يا ست الكل يا حجوجه. خير يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب. بقول لك يا مختار على عيني. ايه رايك في القعده هناك دي؟ تاني يا ماما؟ تاني وتالت ورابع، انا وراك لحد ما ربنا يرزقك ببنت الحلال. ها ما قلتليش رايك فيها ايه؟ هي حلوه بس قفل كده. هو انت شفتها؟ بس هي محترمه. وهي المحترمه لازم تبقى قفل. وهي يعني لازم تقوم ترقص وتتنطط مع اللي رايح واللي جاي. قوم يا حبيبي اتكلم كده معاه كلمتين ودردشوا مع بعض واطلبها للرقص. رقص؟ ايوه. هي دي ممكن ترقص؟ ايوه يا اخي قريبتها اللي قالت لي كده. يا قريبتك حاجه؟ اذا كان كده ماشي. مساء الخير. اهلا. تحبي ترقصي؟ اوكي. اسمي مختار
بشتغل رجل اعمال. سوسن، درست سياسة واقتصاد. انت سنك كام سنة؟ ثواني وهرجع لحضرتك. اتفضلي اتفضلي تريحي. متشكرين يا ست الحاج على سوسن. تصبح على خير يا سعد يا ابني. انت من اهله يا عمي. عقبال ليلتكم يا حبايبي. تعيش يا طنط. رشا خلي الديسكو في يوم تاني بقى. لا يا سعد احنا كنا متفقين. معلش انا تعبان طول النهار وبكره عندي شغل الصبح بدري لازم انام. خلاص عديني على الديسكو في طريقك وانت مروح. ايه الكلام ده؟ معقوله بنت زيك تسهر لوحدها لحد الصبح؟ الشله كلها هناك ومستنياني واي حد فيهم ممكن يروحني. انا ما اقبلش خطيبتي تسهر لوش الصبح وحد غريب هو اللي يرجعها. غريب ايه؟ دول تامر وهاني وسهى اصحابي وزمايلي في الكليه. يعني هما زمايلك في الكليه دول يبقوا من بقيه اهلك؟ انت بتغير؟ عموما خلاص انا ممكن اخلي سهى توصلني بعربيتها. يا سلام، ما انتوا كده هتبقوا اتنين بنتين راجعين وش الصبح لوحديكوا كده. فاكراني هطمن يعني؟ خلاص تعالى معايا ساعه واحده بس وبعدين نروح بعديها على طول. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بمروحه الديسكو في وقت متاخر زي ده. يا سعد سهى مستنيني ولو ما رحتش هتزعل مني. ما تزعل ولا تتفلق. سعد لو سمحت ما تغلطش في سهى، دي صاحبتي الانتيم، ولو غلطت فيها كانك بتغلط فيها انا بالظبط. ماشي يا رشا، حقك عليا. ساعه واحده بس عشان خاطري. وحياتي وحياتي يا سعد وحياتي. امرنا لله. ايه يا رشا يا بنتي، هتطلعي ولا هتروحي الديسكو؟ انا نشفت من البرد. خلاص يا بابا هنروح، اطلع انت وماما ولا تاخدوا برد. ماشي، خلي بالك منها يا سعد يا ابني، رشا دي زي اختك. اختي ايه يا عمي؟ دي خطيبتي. مش كلنا ولاد حواء وادم تبقوا اخوات؟ السلام عليكم. واحد لابس بيجامه تحت البدله، ما هو لازم يقول كده طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما بقولش حاجه. ايه يا حبيبتي، وحشتيني. كان فرح حلو قوي قوي. لا انا مش هقدر اجي بقى الليله، ما هو انا يا سامح لازم ابات معاهم عشان ما يشكوش في حاجه. لا اطمني، بكره ان شاء الله بايت عندك. ها يا بنت ليه؟ اذا كان كده ماشي ماشي يا روح قلبي، ماشي. يلا لا اله الا الله بقى. مين دي؟ دي الجو بتاعك؟ واحده من ضمن. ما انا اصلي طيار واحب اعيش في الجو على طول. طب خلي بالك لا تقع. ما يقع الا الشاطر، المهم يكون معاه الباراشوت بتاعه فيهبط بسلام. يا سلام. يلا وادي الورقه ونكتب حته كده عرف صغيره ونقطعها الصبح. عارفي ده ايه وايه لازمتها الورقه دي؟ لا حد الله بيني وبين الحرام، انا لازم الورقه عشان ربنا يبارك لنا. يلا يا بنت. ايه؟ يلا اكتبي اسمك وامضي تحتيه، ده اللي هو نصيب وشكلنا مقسومين لبعض النهارده. يلا. يا سلام، ده ايه الرومانسيه دي؟ انت لسه شفتي ولا سمعتي حاجه؟ ده انا عندي كلام كتير قوي عايز لا اقوله. لا 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 خالص. قولي لا 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 يا هدى، انا لسه قلت حاجه. تفتكري نوره ورؤوف بيعملوا ايه دلوقتي؟ بس وايه اللي بس؟ انا كل ما اتكلم هتقولي لي بس. اتنين في ليله دخلتهم ومتجوزين على سنه الله ورسوله، فكرك بقى يكونوا بيعملوا ايه النهارده؟ واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ مش لازم نعرف عشان نعمل زيهم؟ قول هم بقى احسن مننا. بقول لك ايه، انا عندي مدرسه بكره الصبح وانت كمان عندك شغل بدري. تصبح على خير. تصبح على خير ايه بس؟ استني، ده انا بفكرك بايام حلوه. فاكره ليله دخلتنا يا هدى؟ فاكراها. مالها؟ وايه اللي مالها؟ انا بقى اقول لك مالها، لاني شايفها وشامم ريحتها وتقريبا حافظها، لانها كانت نفس البيجامه دي، مش كده؟ اشرف ايه يا اشرف؟ بقول لك ايه، عندي شغل الصبح بدري. ما انا عارف ان انت عندك شغل، بس انا بفكرك بليله بتبقى مره واحده في العمر. ها تعملوا ايه؟ باشا والله انا بحاول احط قطر ماما. انا عايزه انام معاكم. انت ايه اللي صحاك دلوقتي؟ عمر، احنا مش اتفقنا ان انت كبرت ولازم تنام في اوضتك؟ لا انا عايزه انام معاكم. ولد روح نام في اوضتك. انا عايزه انام معاكم. بس تعالى نام معانا. خش. شامم ريحتها. ها نامي يا هدى، الله يرضى عليك، عندي شغل الصبح. نامي هي ليله شبه بيجامه امك. نام. يا مفيش اصل ما عنديش في الحب هزار، يا بلاش وما تحسبهاش.
حسبهاش ما فيهاش اعذار، انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار. طب يا انا يا ما فيش اصل ما عنديش في الحب هزار، يا انا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار، انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار. لو حد نداك اعمل مش سامع برضاك، انا قلت كلامي وده نظامي ومش رشا كفايه كده، انا مش قادر، لازم انام، تعبان قوي. والنبي يا سعد كمان شويه عشان خاطري. شويه؟ انت ما بتتعبيش يا رشا. خلاص روح انت وسوا صاحبتي هتوصلك. قلت لك مش هينفع. اعمل لك ايه يعني؟ عايز ايه؟ عايزك تيجي معايا عشان اوصلك. وانا مش هروح دلوقتي. رشا تعالي معايا بالذوق والا مش هيحصل. طيب يلا. فيها يا نجم، فيها يا نجم، ما تسيبها براحتها، هو بالعافيه ولا ايه؟ وانت مالك انت؟ الله ما تبطل يا ابني رسالة انت وتسيبها في حالها. ما تحترموا نفسيكم انتوا الجوز بدل ما تهور عليكم. انت بقى عليك بقى عايز تتربى الليله دي. اتربى؟